السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفامي يفتح خط قرض تاع 5 مليار دولار، 5 ملايير دولار. المغرب يمكن يجيبها على الأفامي، صندوق النقد الدولي. صافي 15 جور، سندات 2 مليار 500 مليون دولار. صافي موا البنك المركزي المغربي يقرض البنوك 2 مليار 500 مليون دولار لأن ما عندهمش السيولة. يا ناس المغرب راه في خبر كان. المغرب يعاني من ضائقة مالية خانقة، والمشكلة تاع الإخوة المغاربة اللي مش عارف على مازالوا في سالينا والدول النامية ومشينا وخمس سنوات ضوئية وكلش. أخي المغربي محمد السادس تاعك الملك رئيس الدولة المحترم راه يرقد ينوض يتسلف، يقيل ينوض يتسلف، يتقهوى يحبس يتسلف. المغرب يقترض. على بالك باللي في قانون المالية تاعك أخي المغربي أن الحكومة هذا العام مقررة تقترض 6 ملايير دولار في هذه السنة وحدها، وهما غادي يقترضوا 6 ولا 7. المهم عندي تقترض 6 ملايير دولار زيادة على القرض اللي فات. على بالك أخي المغربي باللي المغرب راه يقترض باش يخلص فقط الفائدة تاع الديون اللي فات، يعني ما قدرش يخلص حتى الاقتطاعات اللي فاتت. من توصل بلد ما يقدرش يخلص حتى الديون تاعه، يبدا يخلص هذيك تاع في الثانويه، عرف باللي راك في لا ميرد الدور. والمشكله اخي المغربي الديون هذه ليست استثماريه باش تستثمر، يعني الديون ليست متجدده. يعني هذا الدين مثلا من تديه ما راكش دير به مؤسسه وتدخل لك الاموال، ولا دير به بول ويدخل لك مانيش عارف، لا كانت دوكا كدير الاموال باش تاكل. راك تقترض باش تشري مثلا سلاح وما تستعملهش، ما طيقش لان ما عندكش ما عندكش القدره الماليه باش تشري الاسلحه. الجزائر خلقت لك هذا الحصار اللي انت لقيت روحك مجبر ان ميزانيه وزاره الدفاع طلعتها من 5 ملايير 12 مليار دولار. مين ما رزقك 7 ملايير دولار هذه زياده نقلعوها لك من امور اخرى. المهم خوتي